بعد جوازي بكام يوم كده قاعده بدور على اندروير وحاجات بتاعتي، حاجات داخليه. عماله اقول الله، البتاع ده انا كنت لسه لابساه من كام يوم، يمكن في الغسيل. المهم دخلت ادور واقلب عليه الدنيا، لان انا جايباه من منطقه معينه وغالي جدا، فمعلق معايا في دماغي لاني بحبه جدا. فقلبت الدنيا عليه في وسط ملح وداب، لا مغسول ولا في الدولاب ولا اي حاجه. لدرجه ان انا دورت تحت السرير، قلت يمكن يتقلع كده ولا اختفى كده، ولا الهوا. فطب اسال جوزي اقول له ايه، اقول له انت خدت الاندر وير بتاع لابسه مثلا يعني. طبعا ما جاش في بالي خالص ان يعني هيكون جوزي مثلا بياخدهم يلبسهم ولا بيعمل فيهم حاجه. فسكت خالص، قلت يا بنت ايه، يمكن هتلاقيه، يمكن عفريت كده ولا حاجه. قعدت بقول ايه، يا رب اللهم رد عليا ضلتي مش عارفه ايه. فانا متعوده دايما ان في اوقات كتير حاجات بتختفي وفجاه بتظهر قدامي، فبقعد استعيذ من الشيطان ومش عارفه ايه الحاجات دي. فقلت بس هو اكيد الاندر ده اختفى وهيظهر لوحده، فما تعمليش بقى حوارات ومشاكل على اندر وير، مش مهم يعني. المهم عدى الموقف على كده، بس برضو في دماغي ان هو ايه، مركزه اللي هو يمكن هنا يمكن هنا. اما بفتكره اقعد ادور، يمكن انا مثلا ايه وانا بنشر شبك في هدوم دخل ده في ده مش عارفه ايه الحاجات دي كلها. واقلب الدولاب مره وابص هنا مره وابص في الدولاب، ما خلتش. بس برضو ولا جبت سيرة اي حاجة خالص. قلت خلاص ايه، يمكن يا بت، علشان طبعا كان لسه اول جوازي، فكان عندي ايه ضيوف كتير، اللي بيجي بقى يبارك لي واللي بتدخل تتفرج على اوضه النوم يمكن واحده ولا حاجه يعني تكون ايديها طويله شويه ولا حاجه سرقته. ده اللي جه في بالي برضه، من كتر ان انتوا عارفين بقى العادات والتقاليد بتاعتنا. لا والنبي افتحي لنا الدولاب، لا ورينا قمصان نومك، لا ورينا النيش وجايبه ده منين وده بكام، العادات اللي ملهاش اي 30 لازمه دي. فبرضه ايه، قلت يمكن اتنشل كده بطريقه ما، واستعوضت ربنا فيه. المهم بعد الاسبوع بقى بتاع العروسه والكلام ده كله، كان اول بقى مره انزل فيها عند حماتي بقى عملت لنا ايه، انزلوا بقى اتغدوا معانا. طبعا انا الاسبوع ده كله عندي في شقتي. حماتي بقت لنا ايه، انزلي اتغدي معانا، واخت جوزك جايه، واخوه التاني اللي متجوز كان لسه راجع من السفر، يعني رجع بعد فرحنا بكام يوم اصلا. فكانت اول مره انزل فيها عند حماتي بقى واتجمع فيها ايه مع العيله كلها. فنزلنا قعدنا ومش عارفه ايه، وانا بحب عيلتهم جدا ومبسوطه معاهم جدا ومفيش اي مشكله. وحماتي نفس الشيء بتحبني جدا ومحترمه معايا، ومفيش بقى حوار ان انت ايه اخدمي وانزلي لي الساعه 6 الصبح والكلام